السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان، مرحبا بكم في هذه القصة الأولى اللي هي واقعية وغادي نسردها لكم، غادي نحكي لكم بالطريقة ديالي. ولا عجباتكم وتفاعلتوا معنا فغادي يكون الجديد، وغادي يكونوا بزاف ديال القصص اللي هي واقعية وقصص بوليسية اللي دازت في الأرشيف ديال الأمن الوطني وديال البوليس وفي يعني هذا الشيء اللي داز في المغرب ديال الجريمة. مرحبا بكم الإخوان وتحياتي لكم. القصة ديال اليوم إن شاء الله هي ديال واحد الشاب كان في العمر ديالو 35 سنه، كان تاجر، كان كيبيع الخضره، خضار بالعربيه. كان عايش يعني عادي مع الزمان، داكشي اللي جابو النهار كيديه الليل، المهم عايش مع الزمان وصافي. بقى في هذيك الحرفه تقريبا دوز فيها واحد 10 سنين. وحنا كنعرفوا ان ديك التجاره، وكنعرفوا ان بزاف ديال الخدمات الا ما كما كنقولوا غير كيعيشوا الانسان وصافي، وكيخلوه ياخذ داك القوت ديالو اليومي باش كيتقوت وباش كيعيش وصافي. المهم بقى على ديك الحاله. بقى هكاك دازت الايام، جات الايام من بعد غادي يتعرف على واحد المشعوذ او فقيه كما تيقولوا ليه مشعوذ، المهم واحد كيمارس داكشي ديال الشعوذه والدجال وكذا. تعرف عليه، وكان هذا الفقيه هذا كان يعني راجل كبير شويه في السن، تكون عنده ديك 58 سنه 60 سنه. تعرف عليه هذاك الشاب اللي حنا غادي نطلقوا عليه اسم عادل، والفقيه غنطلقوا عليه السي الحسين. دارت بيناتهم واحد الحوار، واحد الصداقه، تعرفوا في الاول. هذاك السي الحسين قال لك عادل اللي هو داك الشاب اللي كيبيع ويشري في الخضره، قال لي لا بغيتي تخدم معايا، ها كيفاش الخدمه ديالي كيفاش كذا، غادي تبقى تجي عندي تعاوني تجيب لي كليان، وانت راه عندك واحد يعني عندك واحد المبلغ ديالك مالي اللي غتبقى تقاطع على هذا العمل. صافي الاخر عادل قال لي واخا، بدا مع هذاك المسار ديال العمل، بدا كيمشي لعندو الا كان شي كليان ولا شي حاجه، ولا دبر على شي واحد مثلا كيعاني من شي مرض نفسي ولا من شي حاجه، ولا بغى يقضي شي غرض، كيصيفطو عند السي الحسين. المهم بقى كيدخل عنده ويجي عنده، بقاو هما خدامين مزيان. وهذاك السي الحسين كان كيتهلا في عادل، كان كيعطيه واحد المبالغ اللي هي زوينه، ما كانش كيصورها في التجاره ديالو اللي ما كانش كيحلم بها. ولا الشهر كيخرج ليه مثلا 5000 درهم، 6000 درهم، 7000 درهم، كاين الشهر اللي كيخرج ليه ب 10000 درهم اللي كيكونوا ضاربين شي صفقه. حيت هما كتعرفوا حنا هاد المشعوذين وهاد النصابه هادو انهم نصابه اكثر من انهم يكونوا مثلا كيستعملوا الدين والرقيه الشرعيه، وهذاك التطبيق راه ما كاينش. هما اصلا كيعتمدوا على الانسان باش انهم كينصبوا عليه، وهذا الشيء حنا كنعرفوه حنا كاملين. المهم ما عليناش. السي عادل بقى مع السي حسين، بقى معاه لمده واحد 8 شهور. تعلم هذيك الحرفه مزيان، ولا بروفيسيونيل، ولا كيعرف حتى هو داك التخربيق ديال الطلاميس برهاتين كاريرين خطيرين. التخربيق ديال شي تخربيق فهمتيني، هما كيضحكوا به على الناس اللي ما فاهماش والناس اللي ما واعياش. ومع الاسف كنلقاو شي ناس مثقفين واعيين عندهم مستوى عالي وكيامنوا بالخرافه، كيامنوا بهادشي ديال الشعوذه، وكيتراودوا على المشعوذين وكيتراودوا على المشعوذات والسحره والساحرين، وكيعطيوهم واحد القيمه وكيكبروا منهم. هاد الناس هادو راه كنقول لكم راكم نتوما هما اللي كتزيدوا هاد الناس لقدام وكتخليهم يبانوا. المهم ما عليناش، رجع الموضوع ديالنا. السي عادل من بعد 8 شهور ديال الخدمه مع السي حسين خدا افكار، خدا تجربه، تعلم حتى هو لذاك الميدان. جات واحد الفكره في راسو، قال بما انني عندي واحد المنزل اللي هو في واحد الحي قديم وفي واحد البيرو. حنا كنعرفوا دوك المنازل القديمه اللي كتكون في دوك الاحياء الشعبيه القديمه، كان مع بحكم انه ما كانش عندهم الضوء وما كانش عندهم الماء، كانوا كيكونوا دايرين واحد البير لداخل باش كيسقيو باش كيشربوا، باش ممكن داك البير بقى عنده هو تماك، ورغم ان تقدمت الامور وداز الماء وداك الشيء بقى عنده في هذيك الدار. هو شنو قال؟ قال ان هذا البير هذا عندي في الدار طاحت عليه واحد الفكره اللي هي جهنميه او فكره شيطانيه. مشى تفق مع المراه ديالو، قال لها غادي نخدموا واحد الخطه اللي هي شيطانيه. انت غادي دير راسك انت هي الجنيه، وغادي تعطي هذاك البير، وصيبوا واحد النفق من الكوزينه فيه دروج، والبير كاين في المرح، وهذاك النفق اللي في الكوزينه فيه دروج. المراه ديالو قال لها انت غتبقاي تدخلي من هذا النفق اللي في الكوزينه وغتعطي البير، وانا غنبدا نهضر معاك انت غتجاوبيني. والطريقه كيفاش غادي نخدموا ان مثلا الا جا عندي شي واحد على شي غرض ولا شي حاجه، انا غادي ناخذ السميه ديالو والمعلومات ديالو داكشي على الجاي وكذا وهذه الى اخره، وغادي نجي عندك الكوزينه وندخل عندك الكوزينه، غنعطيك هذيك الورقه اللي قيدت، وانت داكشي غادي تشوفيه وتقرايه، وزيدي انت الفخرات وزيدي هذه وزيدي العيبات من هنا وزيدي العيبات من هنا، وتهبطي للبير، وغنجيبوا السيد يهضر مع البير، وانت غادي تجاوبيه على اساس لاله عيشه هي اللي هضرات معاه. وتماك ملي غادي تهضري معاه صافي غادي يقول لاله عيشه هضرات معايا، وديك الساعه امري باش اللي بغيتي، يا فلوس يا ذبيحه يا كذا الى اخره. المهم اتفقوا على هذه الفكره هذه هو مرسو، وشوفوا الافكار الشيطانيه كيفاش كتكون. صافي قرر الزوجه ديالو، قرر الطريقه هذه كيفاش غادي تخدم وكيفاش كذا، وبقاو تقريبا لمده واحد الشهر هما غير كيتدربوا بيناتهم، كيتدربوا على هذه القضيه وكيشوفوا صافي حتى ولاو يعني محترفين فيها. شنو دار من بعد هذا الشهر هذا؟
غادي يعيط على واحد الصديق ديالو اللي كيسكن في هذاك الحي، وهذا الصديق ديالو غادي يعيط له وغادي يقول ليه راه الدار ديالي داك البير اللي عندي راه فيه واحد الجنيه كتهضر معايا، راه خلعاتني وكتقول لي شي اسرار وهذه الى اخره. وداك الصديق قال لي اواه زعما واش ممكن هادشي؟ قال له تشوف بعينك. ودخل داك الصديق ديالو وجابو لداك البير، ومع ديك الزوجه ديالو ديجا كانت عارفه داك الصديق اللي غادي يجيب، قال لها راه غنمشي نجيبو وهذه، وعيطت ليه الزوجه ديالو اللي في البير، عيطت لك الصديق بالسميه ديالو وقالت ليه انت سميتك فلان وكذا وعندك الحاجه الفلانيه ولات كذا. هذاك السيد تخلع. داك السيد منين سمع هذيك الزوجه ديالها كتعيط له وقالت لك المعلومات اللي عندك تخلع صافي، وبقى مصدوم وصافي. الجنيه هضرات معايا كذا، وهما راه لعبوها ليه على دماغه. علاش لعبوها ليه؟ حيت عارف الا داروا ليه هكاك هو غادي يخرج يدير لهم اشهار بالمجان، وداك الشيء اللي كان. حتى داك السيد تا هو خرج مصدوم، واللي تلاقاه كيقولها ليه، تيقول لي شي سي عادل راه عنده واحد البير مسكون راه كتهضر فيه جنيه، سي عادل الدار ديالو فيها جنيه ساكنه في ذاك البير وكتقول كاع داك الشيء اللي عندك. المهم نشرها في الحومه، وحنا راك عارفين راه المغاربه او العرب بصفه عامه حاضين غير في توصل الهضره، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. المهم شي كيوصلها لشي، شي كيوصلها لشي، بقات غدا وكدور، دارت في هذاك الحي كامل، والناس كاملين ولاو كيعرفوا ان ديال داك الحي، ولاو كيعرفوا ان السي عادل عنده البير اللي في الدار مسكون وفيه جنيه وكتقول لك اللي عندك وممكن تحل لك اي مشكل كتعاني منه. بقات الاخبار كتراود على الاحياء المجاوره، بقى شي كيقول هادشي، بقاو الناس كيجيو عنده، بقى شي حتى ولات عنده واحد الشعبيه كبيره في وسط المدينه ديالو، ولاو كيجيو عنده ناس عاد، كيجيو عنده المدن، ولاو كيجيو عنده، ولات عنده علاقات اللي هي كثيره. بقى غادي في ذاك الميدان ديالو، بقى كينصب على عباد الله، بقى يعني هذه دير ليه 1000 درهم، هذه دير ليه 2000 درهم، هذه دير ليه 4000 درهم، وكيبقى عليهم بالتخربيق فهمتي، وشي غرض ما يتقضى، وكاين اللي كيتقضى ليه الغرض ديالو من عند الله، كيسحب ليه راه هذيك الجنيه اللي قضاتها ليه. وكاين اللي ما كيكون عنده والو، كيكون عنده داك الشيء وهمي وداك الشيء نفسي، وكيجي ملي كتكلم مع ديك الزوجه ديال الاخر في البير كيسحب ليه جنيه صافي، كيمشي وداك الوهم اللي عنده وداك الشيء نفسي صافي كيتعالج وكيمشي يقول لها، كيقول ما تعالجش وصافي وليت بخير ما بقى عندي لا صحه لا والو. المهم حتى ولات عنده واحد الشعبيه اللي هي كبيره بزاف وتعرف، حتى غيجي النهار اللي غيتلاقى مع واحد السيد اللي هو السيد هذا نقولوا مليونير لاباس عليه. جا عنده بصفته انه عاقر ما كيولدش، وقال لي راه مشيت عند اطباء، مشيت عند اخصائيين في الامراض ديال الجهاز التناسلي والعقم وكذا الى اخره، يعني قالوا لي ما عندكش علاج. المهم جا الاخر مشى عطى كما العاده ديك الورقه والسميه ديال فلان اللي جا عنده، الشخص عطاها للزوجه ديالو من الكوزينه، هي عطات البير، قال لي الجنيه غتكلم معك كما العاده. ومع عرفوا الشخص مليونير شويه وعنده الفلوس ومسك عليه الله ديال بصح، صافي قالوا هذه الضربه ديالنا. هضرات مع ديك الجنيه قالت لي اياه، قالت لي انت راه ما عندكش واحد المرض اللي هو عضوي ما يمكنش يعالجوك الاطباء وما يمكنش تعالج لا بعمليات لا والو، انت هاد العقب اللي عندك وهاد السبب ديال العقوريه اللي عندك سببها المس، سببها السحر، انت مدير لك ثقاف، وانت مدير لك هاد السحر هذا في البلاصه الفلانيه، ومدير لك كذا، وخصك البخور الفلاني، وخصك ملك الجن، وخصك الطبله ديال اليهودي، وخصك الى اخره. المهم بقاو معاه على هاد القضيه هذه. اول ضربه غادي يجبدوا منه 10 ديال المليون، قالوا لي باش غادي ناخذوا البخور، باش غادي نبداو، باش غنتحركوا. ايوا السيد على نيته حتى هو باغي غير، كتعرفوا الانسان اللي كيكون كيعاني من شي مرض ولا شي حاجه ما كيبقاش يفكر الفلوس، بالخصوص الا كانوا عنده كيولي كتبان ليه الصحه اهم من الفلوس. عطاهم هذيك 10 ديال المليون. ايوا داروا معاه السيمانه الجايه غادي يجي وغيكونوا قادوا ليه المسائل وهذه الى اخره. المهم مشى السيد دازت واحد السيمانه، رجع لعندهم عاوتاني نفس الهضره، هضرات معاه عاوتاني ديك الزوجه ديال الشخص، هضرات معاه من البير، قالت ليه راه باننا درنا لك الجلسه الاولى وهذاك السحر اللي عندك فكيناه، ولكن باقا المساله الثانيه، خاصك واحد 20 مليون باش غادي نجيبوا الجن الهندي، غنجيبوه من الهند وغادي نحضروه بالطريقه الروحانيه الفلانيه اللي كيخدم فيها هذا البخور هذا اللي كيدير الغرام ديالو كيدير ب 50,000 درهم، وحنا خصنا واحد العدد ديال الغرامات باش اننا غادي نحاولوا نحضروا داك الجن من الهند، هو اللي غادي يكون مسؤول على. من بعد 3 ايام اللي داروا معاه جا عندهم طبعا في العلاج وفي الحل المشكله ديالو كما قالوا ليه، الا انه لقاهم وجدي اللي الكارثه العظمى وراس البشر ما كيعلم به غير الله، عمرك ما تحط البشر شنو تحت راسو والشر اللي كيخبي فيك هذه. المهم جا عندهم قال لي داك الفقيه ديال الشعوذه، قال لي دوز تكلم مع الجنيه واش غادي تقول لك. الاخر على نيته رغم ان مشات ليه مبالغ كثيره باقي، نتوما راك عارفين اللي كيامن بهذا الشيء كيبقى ديما يوقع عليه اللي وقع، كيبقى ديما يثق في الجن وهذا الشيء ديال الشعوذه، وهذا الشيء ما تقدرش تحيدوا ليه من راسه. المهم مشى عند البير وتكلمات مع الزوجه ديال داك الفقيه، قالت ليه اليوم قبل الفجر 30 دقيقه
غادي تكون حدا الشريج الفلان الفلاني، كاين واحد الشريج في مدينه مكناس. قلت لي غادي يطلع عندك ملك الجن غادي يعالجك شخصيا وغتكلم معاه وغتشوفو، وقبل هادشي خصك تمشي على طهاره تامه وتكون موطي، وغادي نقراو عليك واحد العزائم ونديروا لك واحد التحصين. كتعرف هاد الحيتيات وهاد الهضره ديال المشعوذين وكذا باش كيتثبتوا بنادم، عارف هاد التخربيق ديالهم راه معروف. المهم السيد على نيته صافي فرح انه المشكل ديالو غيتحل، الا ان داك الوحش اللي مع داك الفقيه كان مخطط خطط اخرى، كندير واحد الخطه في بالو اللي هي خطه شيطانيه. كان موجد جوج كانيطات ديال المشروب غازي، واحد داير فيه واحد المنوم قوي مخدر منوم قوي ومعلمو، والاخر ما فيهش المنوم، وهاد جوج كانيطات دايرهم. شوف شنو غادي يدير ليه. المهم بقى جالس معاه شويه في الدار كيهضروا كيتكلموا كيتشبت فيه حتى بدا كيظلم الحال. المهم حتى بدات وصلت ديك الجوج ديال لي جوج ونص، صافي الدنيا خوات باش يعني يحيد عليه الشهود ويحيد عليه بنادم وتكون الدنيا خاويه ويخدم ديك الخطه على راسه. وقال لي يلا نتوكلوا على الله، دار لي داك القوالب ديال التحصينات وبدا كيقرا لي دوك العزائم وداك التخربيق ودير هاد الحجاب تحت منك وحط هذا هنا وعندك قشط الوضوء باش كيتبس فيه. في الاخر تا هو على نيته مسكين. ومشى داك السيد ركب في طوموبيلته ركب حدا الفقيه ديال اخر الزمان. والفقيه دوك جوج كانيطات ديال المناضه هما اللي عليهم العمده كاع. المهم مشاو شدوا الطريق حتى وصلوا لذاك الشارج، وصلوا تقريبا مع شي 3 الليل، وبقاو يعني في الطوموبيل كيتكلموا هما اونفاس مع الشارج كيتكلموا كيقول ليه راه باقي تقريبا غير واحد 25 دقيقه راه غادي يخرج دابا داك ملك الجن ويتكلم معاك ويحل لك المشكل ديالك وهذه. المهم تيثبت فيه ويجبد واحد الكانيط المناضه عطاها ليه ديك اللي فيها المخدر يدير في هذاك هذيك الكانيط ديال المناضه اللي فيها المخدر هو معلمها ديجا. الاخر على نيته شدها بقى الاخر كيتلف فيه بالهضره وهضر معاه هكا باش يدوخ ليه راسو. الاخر حل ديك الكانيط بدا كيشرب فيها كيتسنى الموعد ديال الجن، هو راه ما كاين لا جن لا والو، الجن هو داك اللي حداه. ايوا بقاو منك كيديو في هضره كيجيبوا هضره. الاخر بداو عينيه كيغمضوا بدا كيترخى، الاخر حاضي كيشوف فيه بدوك العينين ديال الغدر، دوك العينين ديال الوحش الادمي ماشي بشر. بقى حاضي بحال هكاك صافي. الاخر غيب تلاح نعس غطى في نوم عميق. ايوا ناض الاخر ناض الفقيه طلع داك الدجاج من اليمين ومن اليسار، حيد دوك البوانيات حيدهم هرسهم، دار بامور الطوموبيل سد البيبان ودفع عليك السيد دفعو بهداك الشارج دفعو هو الطوموبيل ديالو. الاخر طاح غرق مشى عند مولانا. ايوا والاخر مشى رجع لدارو زعما كيسحب ليه صافي راه فضاها وسلاها وكأن شيء لم يحدث وانه صافي راه حل المشكل. ومع الاسف دابا كتلقى شحال من واحد مثلا كيرتكب واحد الجريمه ديال القتل وجريمه بشعه وكيسحب ليه راه ما غاديش يحصل، كيسحب ليه مثلا صافي غادي نقتل واحد الشخص صافي غادي نتهنى وغادي نحل لك المشكل، كان غادي يفضحني خصني ننهي ليه لحد نوضع ليه حد الحياه ديالو باش انني نحل هذا المشكل هذا، ولكن شحال من واحد كيمشي غلط. المهم من بعد 10 ايام تقريبا غادي تكتشف ديك الجثه ديال هذاك الشخص في هذاك الشارج غادي تكتشفها المخزن. من بعد ملي كيقلبوا شكون هذا فلان هذا مشاو عند عائلته هذه بداو كيبحثوا بداو كيقلبوا. انتم عارفين دوك التحريات ديال البوليس كتكون فاش كتكون شي جريمه قتل فهي كتكون تحريات اللي هي فعاله وجباره، وفي غالب الاحيان راه كيوصلوا للجاني كيوصلوا ليه، لحقاش المجرم عمره ما قليل في حالات نادره فين ان واحد يقدر يدير واحد الجريمه ويقدر ما يحصلش حياته كامل. ما في واحد 99% ديما المجرم كيتشد، وهذه يكون في علم الجميع انك ارتكبت شي واحد الجريمه ديال القتل ولا واحد الجريمه اي نوع من الجريمه راه غادي تحصل، عمرك ما كتخير انك انت ذكي وانني غادي ندير هذه الطريقه وهذه لا. المهم من بعد البحوثات وهذه الى اخره مشاو راقبوا الاتصالات، يعني دوك المكالمات الاخيره اللي كان كيتكلم فيها داك الشخص يعني المتوفى الضحيه، ولقاو المكالمات من عند بينه وبين هذا المشعوذ هذا اللي لقبناه بالاسم ديال عادل. ايوا جابوا لك باك عادل وبداو عليه بالاستنطاق، اش بينك وبين السياد، شنو هادي، شنو العلاقه اللي بيناتكم، شنو كدير هادي، فين كنتي في النهار الفلاني كيفاش، بقاو مني استنطاق لا اعترف قول هادي صافي. السيد راك عارف الانسان فاش كيكون في كرشو العجينه وفيه الطول كيبدا يدخل ويخرج في الهضره. من بعد واحد التحريات وهذه صافي توصلوا انه اعترف وقال لهم ها ما كان انني قتلته، وهذه كان غادي يفضحني وانا كنت غادي في واحد المسار مزيان حتى ولات عندي واحد الشعبيه كبيره ولاو كيتراودوا عليا الناس وكيجيو عندي الناس من المدن المختلفه وهذه، وانا هذا الميدان دخلت ليه ولقيت فيها الراحه ديالي ولقيت فيه الفلوس ولقيت فيه هذه. المهم اعترف. خلاصه
ديال هاد القصه هادي والمفيد هو حاجه اللي خصنا نعرفوها. ما عمرك ما تسنى من واحد مشعوذ او دجال او راقي او سحار او كما بغى يكون تسنى منه انه هو غادي ينفعك انت، ولا غادي يعطيك الحاجه المفقوده اللي عندك انت، ولا غادي يعالجك من الحاجه الفلانيه، حيت هو اصلا راه ملتجئ لك انت. هذاك المشعوذ او هذاك الدجال او الراقي راه ملتجئ لك انت. علاش؟ هو اصلا كيتسناك انت تعطيه الفلوس. يعني مثلا هو يخدم معك بواحد الطريقه الفلانيه باش انت تعطيه الفلوس، اذا هو اللي محتاج لك ماشي انت اللي محتاج ليه. كون كان هو فيك دير شي حاجه ولا قادر يدير شي حاجه ولا قادر يغير شي حاجه، ما غاديش يحتاج للبشر، غادي يخدم كما تيقول انا كنسير الجن وانا عندي وانا وكذا الى اخره. هو غادي ديك الطاقه اللي تيقول لك عنده كيدعي هو يدير بها شي حاجه لراسه منه للجن، ما يحتاجش للبشر. هنا خص بعض الناس يفهموا ان الاغلبيه ديال المشعوذين فهم غير يعني نصابه، والواحد ديما الا كان عنده شي مشكل يا نفسي يا عضوي يا كما بغى يكون، ديما يشوف واحد الاستشاره اللي هي ديال الطبيب مختص في الحاله اللي كيعاني منها، لان الطبيب كيتعامل معك بطرق علميه وقاري على داك الشيء وحاصل على الدكتوراه وحاصل على كذا الى اخره. واغلب الحالات اللي بغينا نقولوا للناس، اغلب الاشياء اللي كتكون عند الانسان كيكون مثلا مخنوق ولا حاس بواحد ما مرتاحش ولا شي حاجه، كيكون داكشي معظم اغلب الحالات كلهم نفسانيا. يقدر يكون عندك غير اكتئاب وتبقى تخيل راسك راك انت مسحور، راك عندك راه داير لك الناس راه تتابعه. يقدر يكون عندك غير اضطرابات نفسيه وتخيل راسك راه عندك مثلا السحر، عندك هذه، عندك مس، عندك. المهم خلاصه ديال القول كنقول لكم ان شفتوا العاقبه ديال هذا سالت في الحبس. هذا المشعوذ هذا غادي يمشي يكمل حياته في الحبس، وهذاك اللي تيق في هذا اللي كان تيق في هادشي ديال السحر والشعوذه وكيتسنى من داك المشعوذ انه يعالجه، هو الحياه ديالو سالات والمال ديالو يعني غير يضيعوا في هذاك الشيء وما تصيفط والو. وكانت هذه القصه ديال اليوم، واخا اننا حاولنا نختصروها وغا هي كانوا فيها بعض الجوانب اللي ما تطرقناش ليهم هنا وما دخلناش ليهم، ولكن الا عجبتكم هذه القصه هذه وشفت التفاعل ديالكم فاننا غادي نحاول كل اسبوع انني نجيب لكم واحد القصه اللي هي واقعيه وديما كتكون في الارشيف ديال المخزن او الارشيف ديال الامن الوطني، وقصه واقعيه. وهذه القصه اللي عاودت لكم فهي كانت في مجله الشرطه اللي كنت قريتها في سنه 2008. مجله الشرطه كانت كتخرج دابا ما بقاتش. ومرحبا بكم كامل الاخوان وتحياتي لكم، وما تنساوش لايك سبسكرايب وجيم، وتحياتي لكم وبارطاجيو هذا الفيديو.